اولا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا امام القنصليه المغربيه في مدينه الدنبوس، والطلب من رابطه تضامن الجمعيات المغربيه في هولندا، وهو طلب سهل، هو ان نريد اعاده القنصليه الى مكانها، لانها هذه المعلمه توجد داخل المدينه وقرب من المؤسسات البنكيه، وفي هذه القنصلية تجد الجالية ارتياحا كبير. أما الآن فالقنصلية المغربية توجد في حي صناعي صعب الوصول إليه، فطلبنا من وزارة الخارجية أن تتدخل في هذا الشأن، وكما نحمل المسؤولية للسيد القنصل العام وللسيد السفير. إننا لقد راسلناهم مراسلات كثيرة، كما ألقينا سؤال آني في البرلمان ولم نتصل بأي جواب، وأي رسالة كتبناها أو رسلنا بها إلى وزارة الخارجية لن يردوا عنا قطا جواب. فبهذا أولا أتقدم بالشكر لهبة بريس التي تدخلت في هذا الموضوع، وأشارت الحقيقة داخل الجالية المغربية ارتياح كبير على أنها اعتنت بقضيتهم، ونحن المصلحة العامة للجالية أن هذا المكان وهذه المعلمة أن تكون في هذا المقر. وكما أشير على أن قد أزيل العلم المغربي، وإننا لا نتزايد عن بعضنا بعض على أن العلم المغربي كما هو معلوم في الدستور المغربي لا يمكن أن يزيل من مكان في ملك الدولة المغربية، وله يعني سوابق كقنصلية، وكما أزيلت كذلك اسم القنصلية بدون يعني استشارة لا مع الجمعيات ولا المؤسسات. فبهذا نطلب من السيد مدير هبة بريس أن يتدخل مرة ثانية، ونحن مستعدين أن ندلي بوثائق على أن الحكومة الهولندية أرادت أن تساعد في هذه البناية، لأنها بناية تتفوق على 100 سنة. وكما نطلب من صاحب الجلالة نصره الله أنه يسهر على كل الجالية، فإحنا دائما جنود مجندون في الخفاء، ونحن دائما اونيفير، احنا يعني بالعربي كما اقول اونيفير، احنا يعني دائما مع المغرب ومع صاحب الجلاله. اما اي حكومه او اي سلطه فنحن في المعارضه لا نطلب الا بالمساعده فقط. اما الحكومه المغربيه، اما الدوله المغربيه فهي ملكنا، عاش الملك، عاش محمد السادس.